حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ زي ما تعودنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، واعملوا لايك للفيديو ده وشير كتير علشان تشوفوا كل جديد عندنا. ويلا بينا نبدأ المسلسل. بيبدأ مسلسلنا ببطلنا شين اللي بنعرف انه دكتور كبير في مستشفى، وصاحبه كان بيهزر معاه، وشين كان ماشي بظهره وهو بيتكلم بيخبط في بطلتنا هان اللي كان شكلها متوتر جدا، وبتديله الكارت بتاعها علشان لو احتاج اي حاجة منها. وبعد شوية بيكلمها وبيطلب منها تروح له البيت بتاعه، وبيديها العنوان علشان يتكلموا. وبتقف هان قدام بيت شين وكانت مترددة ترن الجرس، بس في الاخر رنته. وبيطلع شين وبتسأله هان اذا كان محتاجها في اي حاجة، وبياخدها على جوه وبيقرب منها، بس هي ما كانتش عايزة ده وبتحاول تبعده وبتهرب. وبيحس شين انها خايفة، وبتجري هان بره البيت وكانت خايفة جدا، وبيتصل بيها ابوها وبيهزقها علشان ما بعتتلوش 100,000، وبيقول لها لو ما بعتتش الفلوس دلوقتي هياخد الفلوس بتاعت راس السنة بتاعت امها. وبتتحايل عليه انه ما يعملش كده، وعلشان ما كانش قدامها حل تاني بترجع لشين وبتقول له لو محتاجها هي تحت امره. وبيعرف انها محتاجة للفلوس، وبيقول لها ان الموضوع مش مهم بالنسبة له، بس هي بتقرب منه علشان تعرفه انها فعلا جادة. وبياخدها على جوه. وتاني يوم لما بتصحى بطنها كانت بتوجعها، وبتشوف رسالة من شين بيقول لها فيها انه حط الفلوس في البطاقة بتاعتها، وبيطلب منها تشرب اللبن وتخرج. وبتفرح هان علشان هتقدر تدفع الفلوس لابوها وتعالج امها. اما شين فصاحبه بيحس ان هو كان مع واحدة بالليل من العلامات اللي في رقبته، وبيقول له شين انه خلاص راحت لحالها ومش هيشوفها تاني. بس فجأة بينادوا عليه الممرضين وبيقولوا له ان في حالة طوارئ. وفجأة لما بيشوفها شين بيعرف انها البنت اللي كانت معاه وبيعالجها. وتاني يوم لما بتصحى بيقول لها ان كان عندها نزيف في بطنها، ولما بتشوفه هان بتخبي وشها من كسوفها، وبيقول لها لو احتاجت اي حاجة تتصل بيه لانه من النهارده هيكون مسؤول عنها. وبتشكره علشان ساعدها وكان بيكشف عليها. ولما بيقرب منها بتعرف ان هو دكتور واسمه شين، وبيطمن ان بطنها كويسة، وبيطلب منها تقعد في المستشفى علشان يراقبها وبعدين تخرج. وبيجي لها تليفون وبتقوم بسرعة، وبنعرف ان امها في الأوضة اللي جنبها وكانت تعبانة جدا، والممرضين والدكاترة كانوا حواليها وعايزين يخرجوها. وبترفض هان انهم يلمسوا امها. ولما بيجي ابوها بتسأله عن الفلوس اللي هي اديتها له امبارح علشان علاج امها، وبيقول لها انا كنت بصرف عليكم طول السنين اللي فاتت وفي الاخر ما اخدتش حاجة. وقرر ان هو ما يصرفش حاجة تانية. بس هان قالت له ان الفلوس اللي اديتها لك امبارح دي بتاعت علاج امي. وبيتعصب عليها وبيزقها في الارض وراسها بتتعور من السرير. وبيجي شين وبيضرب ابوها وبيطلب منه يخرج من المستشفى لانه خلاص هيتكفل بعلاج امها. وبيوقف هان وبيقول لابوها ما يدخلش هنا تاني. وبياخد شين هان وبيخرج علشان يعالج الجرح اللي في راسها، بس الممرضه بتوقفها وبتقول لها ان والدتك ما دفعتش الرسوم لحد دلوقتي، وبتطلب منها هان انها ما تطلعش امها من المستشفى وهي هتتصرف وتدفع الفلوس. وقتها بيعرف شين ان هي كانت معاه علشان خاطر علاج امها، وبيقرر انه يكمل هو العلاج وهيتكفل بحالتها. وبياخد هان وبيعالج الجرح اللي في راسها، وبتشكره علشان انقذها للمره الثالثه، وبتقول له انها هتدور على طريقه علشان تسدد بيها الفلوس. وبيقترح عليها الطريقه اللي هو عايزها، وبيقول لها تفضل معاه، بس هي بترفض وبتقول له انها مش من الاشخاص دي وانها هتتصرف وهترجع له الفلوس باي طريقه. وبنعرف انها راحت اشتغلت جرسونه في مطعم، وفي المكان ده كانوا اصحابها متجمعين علشان يحتفلوا بالتخرج، وبيسالوا عليها ليه ما جاتش. وكان في واحد منهم اسمه شياو معجب بيها وعايز يقرب منها باي طريقه، بس هي دايما بتصده. ولما بيشوفوا هان جاي عليهم بتقدم لهم المشروبات، وبيقوم شياو وبيضايقها وبيضربها بالقلم وبيتنمروا عليها. وبياخد شياو ازازه العصير وبيشربها لها غصب عنها. وقتها بيجي شين وبيضرب شياو بالازازه على راسه، والكل بيخاف وبيبعد، وبيطلب منه رجالته انهم ياخدوه بعيد. وبيطلع اصحابها بره المكان وبيحذرهم لو قربوا منها تاني مش هيحصل لهم كويس. وبيقول لصاحبه ينظف الزباله اللي في المكان ده. وبياخد هان على البيت، بس بيتعصب عليها علشان لما قصدت انها ترجع له فلوسه ما كانش متوقع انها تشتغل في مكان زي ده علشان تكسب فلوس. وبيقول لها انا لو ما كنتش هناك صدفه وانقذتك كان زمانك بتتعذبي. وبيطلب منها تفضل معاه لمده يوم واحد وديونها كلها هيعتبرها اتسددت، وبتوافق. وتاني يوم بيعمل شين ربط تليفونه بتليفون هان علشان دايما يعرف مكانها لو وقعت في اي مشكله يقدر يوصل لها. وبتصحى هان وكانت مكسوفه وبتغطي وشها، وبيقول لها ان هو لازم يروح الشغل النهارده، وبيسلم عليها وبيمشي. وبعد شويه بتوصل هان لبيتها وكانت بتسمع الرسائل على تليفونها، ولسه بتطلع المفتاح عشان تفتح الباب بتشوفه مفتوح، وكانت مفكره انه من كتر المشاكل اللي حواليها نسيت تقفله. ولما دخلت ما لقتش حد فاطمنت، ولسه بتشرب كوبايه الميه فجاه بيجي واحد وبيخدرها وبيكتفها. وبنعرف ان ابوها اللي باعها بفلوس قليله لشياو، وبتتصدم علشان الاب باع بنته، وبيقول لها انا مش ابوكي الحقيقي، انا مجرد بس جوز امك، واكيد لما الاقي فرصه اني اكسب فلوس من وراكي مش هتاخر. وبتحاول هان تتصل باي حد علشان تستنجد بيه، بس ما كانتش عارفه، وبرده ما كانتش تعرف ان تليفونها متوصل بتليفون شين اللي بتوصله المكالمه. ولما بيفتح التليفون بيسمعها وهي بتصرخ، وبيعرف المكان بتاعها عن طريق الGPS، وبيروح
وبيروح لها بسرعه، بس في الوقت ده شياو كان بيهددها علشان محدش هيعرف يجي ينقذها منه، ومقرر انه ياخد حقه منها. واول ما بيفك رجليها بتحاول تهرب وبيوقعها على الارض وبيضربها، ولسه بيهجم عليها بيجي شين وبيزقه برجله على الارض وبيتعور. وبيطمن على هان اللي كانت مستغربه ازاي وصل هنا، وبيجوا رجاله شين وبيمسكوا شياو وبيفك شين هان وبيقول لها انت اتصلتي بيا، وبيستغرب علشان هي ما عرفتش تستخدم التليفون، وبيقول لها كمان ان خلاص المكان ده هم عرفوه وهيرجعوا ويأذوكي من جديد، وبيطلب منها تيجي تعيش معاه، بس هي بترفض وبتغير الموضوع وبتروح تجيب له كوبايه ميه. وبيعمل تليفون لواحد وبيطلب منه ينزل الشقه اللي قصاده على النت بسعر رخيص، بس ما يأجرهاش غير لشخص واحد بس وهي هان. وفعلا بعد شويه بتاخد هان الشقه وعقد الايجار، وكانت مستغربه عشان لسه في حاجات حلوه موجوده في العالم، وبتقرر ان هي تشتغل من جديد عشان ترد لشين جمايله وتمنع التواصل معاه بعد كده. وطبعا هو كان سامعها، وبيطلع من البيت بتاعه وبيقول لها انت ليه مش عايزه تشوفيني تاني علشان الكلام ده انا مش موافق عليه. وبتتصدم لما بتلاقيه بيقول لها ان هو ساكن قصادها، وبيسالها ايه اللي جابك هنا، وبيعمل نفسه مش عارف حاجه، وبتقوله ان هي هتسكن في الشقه دي، وبيقول لها يعني احنا كده بقينا جيران. وبتتكسف منه وبتدخل بسرعه، وبيجيله مكالمه من رجالته علشان مسكوا ابو هان مع شياو، وبيروح شين وبيهددهم وبيديهم علقه محترمه علشان ما يقربوش تاني ناحيه هان. وبيحط ابوها اللوم على شياو علشان ينقذ نفسه، وانه كل اللي حصل ده كان بسببه، بس شين ما كانش فارق معاه وطلب من رجالته انهم يربوهم. وتاني يوم بنعرف ان شين شاف شغل الهان في شركه تصميم مجوهرات بما انها مصممه، واول ما بتروح بتشوف واحد تعرفه من ايام الكليه بس اكبر منها اسمه جو، وبيرحب بيها وكان عارف انها تستحق الشغل ده لانها فازت بمسابقات كتير وقت الكليه. وبتقول له ان الشكر ليك علشان خاطر كنت بتساعدني كتير، وكانت في واحده معاهم اسمها شو. وبتتضايق علشان جو بيرحب بهان جدا وبيشكر فيها، وبيقول لها جو ما تحكميش على الكتاب من غلافه علشان هان اللي مش عاجباكي دي فازت بمسابقات كتير وقت الكليه. وبعد شويه هان كانت بتتكلم في التليفون مع شين، وشو كانت بتراقبها وبتحدفها من على السلم، بس جو بيلحقها وبيسمع شين صوتها وهي بتصرخ، وبيروح بسرعه وبيجري عليها، وبيقفوا الثلاثه مع بعض. وبتتعصب هان علشان شو وقعتها من على السلم، وطبعا شو بتنكر وبتقول لها انها كانت عايزه تسلم عليها. وبيجي شين وبيطمن على هان، وبيستغرب جو ايه اللي جابوا الشركه وشكلهم كده يعرفوا بعض، وبيستغرب جو ازاي هان وشين يعرفوا بعض. ولسه شين بيقول له انها حبيبته، بتوقفه هان وبتقول له انهم جيران واصدقاء بس مقربين شويه، وبتاخده وبتطلع بره قبل ما يقع في الكلام مره تانية. ولما بيوصلوا البيت بيقول لها ان هو بيغير جدا علشان تبعد عن جو. وتاني يوم بتقوم هان على مكالمه من شو علشان اتاخرت، وبتطلب منها ملف. ولما بتروح هان الشركه وبتقدم الملف لشو بترفضه وبترميه في الارض من قبل حتى ما تشوفه، وبتطلب منها تعمل نفسها مش شايفه حاجه، وكمان تجيب لها كوبايه قهوه ده لو عايزه تستمر في الشركه. وبتروح هان وبكل نيه صافيه بتجيب كوبايه القهوه، ولما بتديها لشو بتشاور لوحدها صاحبتها علشان تزقها والكوبايه تقع عليها. وهان برضو مش بتدي خوانه وبتتعامل ببرود مع شو، وبتقول لها شو تروح تجيب كوبايه تانية، بس المره دي هان فاض بيها. واول ما بتوصل لشو بتعمل نفسها اتكعبلت وبتوقع كوبايه القهوه على هدومها. وبعد شويه بتروح هان علشان تغير هدومها، بس لما بتطلع من الحمام بتقابل شو اتنين تانيين وبيمسكوها يضربوها ويحبسوها في الحمام. واخر اليوم بيروح جو علشان يدور على هان، وبتقول له واحده ان هي خلصت شغلها ومشيت. وبعد ثواني بيجي شين وبيدور هو كمان على هان، وبيقول له جو انها مشيت، بس لما بيشوف موقعها في التليفون بيلاقيه لسه موجود في الشركه. وبتحاول هان تصرخ علشان حد يسمعها، وبيروح شين وبيدور عليها وبيلاقيها في الحمام ومقفول عليها من بره وكانت متدمره، وبياخدها على المستشفى وبيعالجها. وعلشان جو كان مهتم قوي بهان، شين كان حابب يثبت له ان هي بتاعته في مشهد رومانسي، بس هان بتبعده علشان مش وقته، وبتطلب من جو يجيب لها ازازه ميه. وبيروح شين يقفل الباب علشان هان ما كانتش راضيه عن اللي بيعمله، وبيقول لها ان هو هيعلن علاقتهم علشان الكل يعرفها. ولما بيرجع جو بيقول له شين ان هي تعبانه ونامت، وبياخده جو وبيطلع بره وبيقول له ما يستهونش بمشاعر هان لانها بنت بريئه وملهاش في الجو بتاعه. وبيساله اذا كان نسي حبيبته الاولانيه سو، وبنعرف ان هو لما كان بيدرس وما كانش معاه ولا مليم قررت انها تسيبه وتمشي علشان في واحد وعدها انها تكمل رقص في الفرقه بتاعته بس بره الصين، وتخلت عن حبها. وبيتضايق شين من جو علشان جاب له سيره سو اللي ما بقاش طايقها. وبعد شويه بيرجع شين لهان وبيقول لها انها لما تصحى هيحكي لها على كل حاجه. وبعد كام يوم بتروح هان لشو وبتديها التصميم اللي عملته علشان تدخل بيه المسابقه، بس شو بتقول لها هو انت فاكره ان التصميم ده هيكسب، وبتاخده منها وبتمشي. وفي المسابقه بتقدم شو التصميم بتاع هان على انه بتاعها، وطبعا بتفوز بالمركز الاول، بس بتيجي هان وبتبوظ عليها فرحتها وبتقول للكل ان ده التصميم بتاعها. ومحدش كان مصدقها لان شو كانت معروفه انها دايما بتفوز في المسابقات اللي زي دي، وعشان هان ما كانش معاها دليل ما كانتش قادره تاخد تصميمها والكل بينتقدها وبيطلبوا منها تخرج بره. بس شين بيجي وبيلحقها وبيدي لشو 0 في التصميم بتاعها، وبيقول لها ان هو مش بتاعك اصلا عشان
تاخديه، وبيوري للكل الدليل وهو الورق اللي فيه رسوماتها بالرصاص اللي كان في بيته واللي هان كانت رسماه. وبعد ما عرف اللي بيحصل في المسابقه اخد الرسومات وراح بسرعه. وقتها شو بتتكشف وبتعترف بنفسها ان هي سرقت التصميم، وبتتاسف لهان، وبتستغرب هان ازاي شين عنده القدره انه يعمل كده مع شو. وبنعرف ان هو ليه اسهم في الشركه بتاعه المجوهرات اللي هي شغاله فيها، وطلب من رجالته انهم يبعدوا شو لانها خلاص ما بقتش المصممه الاولى في الشركه وعين بدلها هان. وبيتاسف لها جو عشان ما صدقهاش من البدايه، وبيطلب منها يتعشوا مع بعض بس شين بيسبقه وبيقول له للاسف هان هتقضي باقي اليوم معايا. ولما بيروحوا البيت بيسالها عن طبيعه علاقتها بجو، وبتقول له انهم مجرد اصدقاء علشان هو كان بيساعدها كتير ايام الكليه. وفي لحظه صمت بتسال هان شين اذا كان بيحبها، بس علشان ما ردش عليها فكرت ان هو مش بيحبها وبيتسلى بيها فعلا. ولسه بتمشي علشان ترجع لبيتها بيوقفها وبيقول لها انت لسه ما سمعتيش ردي، وبيطلب منها تدخل بيته وهتعرف الرد بتاعه. واول ما بتدخل بتلاقي البيت كله متزين بالورد والقلوب، وبيديها بوكيه ورد لونه احمر جميل، وبيطلب منها تشوف اللي في التلاجة. واول ما بتفتحها بتلاقيها كلها متزينه، وبيديها هديه سلسله لنفس التصميم اللي كانت عاملاه في المسابقه واللي مسمياه القلب الازرق، وبيلبسه لها وبيعترف لها بحبه، وبيقول لها انهم مش هيخلوا علاقتهم في الضلمه بعد كده. وبعد شويه البيت بتاعه بيخبط وبتيجي واحده اسمها فيفي، ودي صديقه العيله، وبتعتبر نفسها مخطوبه لشين. بس شين ما كانش طايقها وبيقول لها انه من ساعه ما مشي وساب العيله وهو فسخ خطوبته معاها ومفيش داعي انها تعمل الشويتين دول. بس هان بتتضايق لما بتشوف منظرهم وبتدخل على بيتها وبتقعد ورا الباب، وكانت زعلانه علشان العالم بتاعها مختلف عن شين، وبتقرر انها تبعد. بس بتشوفه وهو واقف على بابها وبيتحايل عليها تفتح علشان يفهمها. وتاني يوم بتروح هان الشركه بدري، وبيشوفها جو معاها شنطه هدومها، وبيعرف انها اتخانقت مع شين وكان عايز يستغل الفرصه ويقرب منها، بس اللي في القلب في القلب. وبنعرف ان شين عرف ان هان مشيت وسابت البيت وكان بيدور عليها. اما جو فبيستغل الفرصه وبياخد هان علشان يتعشوا، بس هي طول الوقت كانت مشغوله وتفكيرها مع شين، وبتتمنى انه يتصل بيها. وقبل ما بيعترف لها جو بحبه بتجيلها مكالمه من شين، ولما بترد بيقول لها ان هو تعبان وبطنه بتوجعه، وبتعرف مكانه وبتروح له بسرعه. وجو كان معاها وبتطلب منه يهتم بيه لحد ما تجيب الدواء وتيجي. ولما بتمشي هان بيقول جو لشين خلاص بطل التمثيليه بتاعتك علشان انا عارف ان بطنك مش بتوجعك، وكان بيعمل ده كله علشان هان ترجع له. بس شين كان فاهم جو كويس وعارف ان هو عايز ياخد جزء من ممتلكاته في الشركه وده من احلامه، وبيمسك جو في خناقه. وبتيجي هان وبتشوفه وبتبعده عن شين، وكانت متضايقه منه. بس جو بيتكلم معاها في الشغل وبيقول لها ان عيد ميلاد الست الكبيره صاحبه الشركه بكره، وبيطلب منها تعمل عقد وما تستخدمش فيه الحجر الازرق لانها بتكرهه. وبتاخد هان شين وبيرجعوا البيت، وبيحاول يفهمها ان هو ملوش علاقه بفيفي وانه بيحبها وعايز يعيش معاها باقي حياته، وبتسامحه وبتوافق انها تعيش معاه. وتاني يوم بيقوم شين وبيلاقيها صاحيه بدري وبتصمم العقد بتاع الست الكبيره صاحبه الشركه، ولما بتوري له بيعجبه لانه كان مصنوع من الزمرد الاخضر، وبتقول له انها هتروح الشغل. وبعد ثواني بتجيله مكالمه من واحده بتطلب منه انه يجي العيد ميلاد علشان الست الكبيره مفتقداه. واخر اليوم كانوا في العيد ميلاد، وهان كانت واقفه مع جو وبيسيبها علشان عنده شغل. وبتيجي فيفي وبتحاول تستفزها ومفكرها عشيقه شين وانه هيقضي معاها كام يوم وهيسيبها وانها معاه بسبب الفلوس وبس. وبتطلب من البنات اللي معاها انهم يمسكوها، وبتاكلها الكيكه غصب عنها علشان ما تفكرش انها تقرب تاني من شين. وبتقول لها انهم مخطوبين، بس هان كانت عارفه ان الخطوبه اتلغت من وقت طويل. وبتقول لها كمان ان انا حره في تصرفاتي وابقى مع اللي ابقى معاه وملكيش الحق انك تتدخلي. وبيجي جو بيلحقها من وسطهم وبياخدها ويمشي. بس فيفي كان عندها خطه تانية، وبتشوف الهديه اللي هان عملتها وهتقدمها في العيد ميلاد وبتغيرها. ولما بيبدا العيد ميلاد بتيجي الست الكبيره صاحبه الشركه وبيرحبوا بيها، وبيبداوا يفتحوا الهدايا واللي كانت من ضمنهم الهديه بتاعه هان، واللي بتتعصب اول ما بتشوفها علشان معموله من الحجر الازرق، وهي بتكره الحجر ده لانه بيفكرها بايام مش حلوه والكل عارف كده. وبتحاول هان تقول لهم ان هي ما جابتش الهديه دي وان هديتها مختلفه، وبيعاتبها جو علشان عملت حاجه هو قال لها عليها لا، وبتحاول تفهم فيه ان دي مش بتاعتها. بس فيفي بتحاول تثبت التهمه عليها وبتطلب من الحراس انهم يطلعوها بره. وبيجي شين وبيوقفهم وبيضرب الحراس، وبيطلبوا من صاحبه الشركه انها تيجي بسرعه علشان تشوف الخناقه اللي بتحصل. واول ما بتشوف شين بتنادي عليه بابني، وبيتصدموا الكل لما بيعرفوا ان شين يبقى ابن صاحبه الشركه. وكانت مبسوطه علشان جه عيد ميلادها لانها ما شافتوش بقالها كتير. وبيفضح فيفي قدامهم وبيقول لهم ان هي اللي بدلت الهديه، وبيعرف هان بامه وبيقول لها ان دي تبقى حبيبته وانه خلاص هيتجوزها. وكانت مبسوطه في نفس الوقت اللي فيفي فيه بتغلي. بس بتشوف كمان ان جو كان بيغلي معاها، وبتروح له وبتطلب منه انهم يتعاونوا علشان هي عارفه ان جو بيحب هان وكانت عايزه تبعده عن شين لانها عايزاه. وفي الحفله ام شين بتعرفه بواحد وكانت مبسوطه علشان هيتجوز، وبتعرفه كمان بحبيبه ابنه. وبتيجي فيفي وبيحمي شين هان منها، بس بتقول
وبتقوله ان هي جايه في سلام وعايزه تتاسف لهان، ولما بتقرب منها بتعمل نفسها اتكعبلت وبتوقع العصير على فستانها علشان تجبرها تروح الاوضه وتغيره. بس شين كان قلقان عليها وبتطمنه هان وبتروح تغير الفستان، وبيدخل جو وبيديها كوبايه ميه علشان تهدى. وبيحس شين ان هان اتاخرت عليه، وبتيجي واحده وبتقول لهم انها شافتها بتغير هدومها وفي واحد كان معاها، وبيروحوا بسرعه وبيدوروا في كل مكان بس بيتصدموا ولما بيلاقوا فيفي هي اللي عامله الدوشه دي، وكان معاها واحد في الاوضه. بتتاسف لام شين بس هي ما عجبهاش الوضع وطلبت من الحراس يطلعوها بره. وبيكمل شين لف وتدوير على هان، وفجاه بيلاقي جو طالع من الاوضه وبيعرف ان هان جوه، ولما بيدخل بيعرف انه اداها دواء تخدير بس بيطمن انه ما قدرش يعمل حاجه. ولما بيطلع جو بيفتكر لما كان عايز يستغل الفرصه مع هان، واول ما بيقرب منها بتنطق اسم شين وبيحس ان هو مش في قلبها، وبيغير رايه وبيبدل الاوض علشان يعرف الكل حقيقه فيفي وان هي مش كويسه. اما شين فبيروح علشان يفوق هان من التخدير اللي هي فيه، وبعد شويه لما بتفوق كانت مبسوطه بس للاسف انبساطها مش هيطول لان سو حبيبه شين الاولانيه رجعت في نفس الوقت اللي ام شين كانت بتعرف الكل بخطيبه ابنها، وكانت فرحانه بيهم وبتقدم لها اسوره العيله. وبينزل شين على رجله وبيتقدم لها وبيلبسها الخاتم وكانوا مبسوطين. في الوقت ده بتدخل سو وبتعرف ان شين بقى في حياته واحده تانية وكانت عايزه ترجعه ليها، بس شين بيقول لها ان ما بقاش بينا اي حاجه وان هو وهان هيتجوزوا ووجودها دلوقتي ما فيش منه داعي. واخر اليوم بتحس هان ان شين قلقان علشان اللي هي عرفته وانه خايف انها تسيبه وتمشي، وبيحاول شين يوصل لها ان ما فيش اي علاقه ما بينه وما بينها وانه بيحبها وعايز يقضي حياته معاها، وبتطمنه ان هي مش هتسيبه وهتفضل جنبه. بس سو بتشوفهم وهم مبسوطين وكانت متضايقه وعلى اخرها وعايزه تتخلص من هان باي طريقه ومش مصدقه ان في واحده غيرها مع شين. وبنشوف ورقه في ايديها وبنعرف ان عندها القلب ووقتها في الحياه مش كتير ولازم تلاقي متبرع ضروري، وبتعمل مكالمه لواحد علشان تطلب مساعدته في حاجه. وتاني يوم بتقدم ام شين مع هان وبتقول لها على اخبار مهمه وان امها هتعمل العمليه قريب وهتتحسن وهتقف على رجليها علشان يعملوا الفرح، وكانت مبسوطه علشان شين اهتم بامها. وفجاه بتجيله مكالمه من المستشفى بيقولوا له فيها ان سو موجوده وتعبت فجاه، وبياخد هان وبيروحوا المستشفى. بس وهو داخل عليها بيمسك ايديها علشان سو تتاكد انه ملوش في حياته مكان ليها. وبيشوفوا سو علشان كانت عايزه ترجعه بتعمل خطه خبيثه وبتقول لشين ان هي عندها القلب، ولما كانت مسافره كانت علشان تروح تتعالج وكانت خايفه انها تموت وهي معاه وساعتها هيتاثر، علشان كده قررت انها تسافر وتبعد عنه. وبتقوله ان انا عارفه ان ده غلطي بس انا رجعت دلوقتي وعايزه اكون معاك مره تانية، وبتمديله ايديها وبتطلب منه يرجع لها تاني. وهان كانت مستنيه رد فعله وبيقول لها شين ان هو هيتكفل بكل مصاريفها في المستشفى. بس هما الاتنين مع بعض مستحيل، وبتساله اذا فعلا كرهها وما بقاش عنده اي مشاعر تجاهها وبيقول لها ايوه، وبتلوم نفسها علشان هي اللي مشيت وسابته. وبيطلب شين من هان انهم يمشوا بس سو بتوقفهم وبتطلب من شين انها تتكلم مع هان، وطبعا شين رفض بس هان بتقوله انها ما عندهاش مشكله وبتطلب منه يخرج بره ويستناها. وبتقعد هان مع سو اللي بتطلع السلسله اللي في رقبتها وبتقول لها ان دي اول هديه شين جابها لي، وبتحكي لها قصص كتير عنهم لما كانوا مع بعض. وبعد شويه بتخرج هان وبيسالها شين اذا كانت سو زعلتها وايه الكلام اللي قالته لها، بس هان بتطمنه بتقوله ان هي كانت بتتاسف لها وما حصلش اي حاجه، وبيطلب منها انهم يرجعوا البيت بس هي بتقوله انها عايزه تشوف امها الاول وكمان لازم ترجع الشركه علشان عندها شغل، وبتقوله ان هي هتروح البيت بعد ما تخلص. بس كانت بتكذب عليه وبتعيط وبتروح لامها وبتقول لها ان سو طلبت منها انها تبعد عن شين وحكت لها كتير عن علاقتهم زمان لدرجه انها ما بقتش عارفه تقرر تعمل ايه ومش عارفه اذا كانت توافق ولا لا. واخر اليوم بتتاخر هان وبيقلق شين عليها وبترجع هان تاني لسو وبنعرف انها وافقت تبعد عن شين، وبتديها سو ملف فيه بطاقه سفر وبتقول لها ان في حد هيجي ياخدك علشان يوصلك. واول ما بتمشي هان بتتصل سو على الراجل اللي المفروض هيقابلها وبتقول له يعمل كل حاجه حسب الخطه، وكانت عايزه تاخد قلبها علشان تعيش اكتر وقررت تبقى هي المتبرع. اما شين فبيحاول يوصل لهان بس تليفونها كان مقفول، وبنعرف ان هان رجعت البيت ولمت حاجتها وسابت رساله لشين بتتاسف له فيها، وبيتصل بيها الراجل اللي المفروض هيقابلها وبتقوله ان هي نازله دلوقتي وبتاخد شنطتها وبتمشي. وبعدها بيوصل شين البيت وبيدور على هان مش بيلاقيها وبيشوف رسالتها وبتقوله فيها ان هي عايزاه يكون مبسوط وعارفه ان هو لسه بيحب سو علشان كده قررت انها تبعد. وبيتصدم شين من اللي شافه وبيروح بسرعه يدور عليها بس بيروح لسو الاول وبيهددها عشان تقوله على مكانها. وبنعرف ان هان كانت واقفه ومستنيه الناس اللي هياخدوها، واول ما بتمشي بيوصل شين على نفس المكان بس مش بيلحق، وبتركب هان العربيه بس بتشوفهم رايحين في طريق غير طريق المطار فبتقلق وبتطلب منهم انها تدخل الحمام. واول ما بتنزل من العربيه بتحاول تهرب بس هما بيلحقوها وبيضربوها بالعصايه على راسها وبيغمى عليها، ولما بتفوق بتلاقي نفسها في اوضه
اوضه شبه اوضه العمليات ومتكتفه، وسو واقفه قصادها ومقرره انها تاخد قلبها علشان تقدر تعيش تاني مع شين. بس هان بتقول لها ان شين مش غبي واكيد هيعرف كذبها، وبتقول لها سو انها ما كانتش عايزه ترجع وكانت عايزه تسافر وترقص في الفرقه، بس ما كانتش تعرف ان هيجي لها مرض في القلب ومش هتقدر تكمل رقص، وقررت انها ترجع لشين بالصعبانيات بتاعتها. ولسه بتحط المقص عشان تطلع قلبها بيجي شين وبيوقفها وبيقول لها ان حياتهم الاتنين مع بعض مستحيله، وبتتعصب عليه سو علشان كانت عايزه تعيش معاه، بس هو بيحس انها فعلا مجنونه، وبتهدده سو انها هتقتل هان لو ما وقعش على الورق بتاعه اتفاقيه خطوبتهم، وبتطلب هان من شين انه ما يوقعش وما ينقذهاش علشان ما تحسش بالذنب. واول ما بياخد شين الورق ولسه بيوقع، سو بتديله لحظه امان وبيقوم بسرعه وبيزقها بعيد، وبتتعب بسبب مرضها في القلب، وبينقذ شين هان وبتتعصب عليه علشان بيعرض حياته للخطر عشانها. وسو لما بتشوفهم منسجمين بتقول لهم يا نعيش سوا يا تموتوا معايا، وبتحط المقص في ظهر شين اللي بيغمى عليه وبيتنقل المستشفى. وبعد العمليه الدكتور بيطلع يقول لهم ان الفتره اللي جايه صعبه عليه، ولو ما فاقش الصبح حياته هتكون في خطر. وبتفضل هان جنب شين وبتحكي له على حاجات كتير علشان يرجع لها تاني وما يبعدش عنها، وبتعيط. ولما بيجي الصبح وشين لسه في الغيبوبه بتزعل هان وبتفضل تعيط، وفجاه بيفوق شين وبيقول لها انا كنت عايزه انام شويه بس الدوشه بتاعتك ما خلتنيش انام، وبيطلب منها ما تعيطش. وبعد كام يوم بيبقى كويس، وبيجي جو وبيتصالحوا، وبنعرف ان هو عمل شركه لنفسه واخد ام شين بره علشان يسيب مساحه لهان وشين انهم يتكلموا، وبيقول لها ان هو مش هيبعد عنها وانه فاق بس علشان صمم انه يكمل حياته معاها. وكده خلص المسلسل. سلام.